قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا للمسلمين المستضعفين في كل مكان. قررت اوقف سلسلة فيديوهات الصعيد لحد ما الشتاء يقرب شوية، وساعتها ان شاء الله هنزل فيديوهات الأقصر وأسوان. النهاردة الفيديو بتاعنا من مكان مختلف شوية ومش ناس كتير تعرف عنه، من أقصى مدينة في غرب مصر، مدينة السلوم. السلوم مدينة صغيرة تابعة لمحافظة مطروح، وموجودة بعد مدينة مرسى مطروح بحوالي 200 كيلو، وقبل الحدود مع ليبيا بحوالي 10 كيلو بس. بيحدها البحر من الشرق، ومن الغرب هضبة السلوم ودي مكملة لحد ليبيا. الكورنيش هناك شكله يشبه كتير كورنيش مرسى مطروح قبل التجديد، ولكنه للأسف مهمل بشكل كبير ومتكسر ومليان زبالة. كنا قاعدين هناك في شقة تبع فندق سيرت، وكانت نظيفة قوي وجميلة. رحنا بعد كده نزلنا البحر شوية، والبحر هناك نظيف قوي قوي شبه شاطئ الأبيض في مرسى مطروح، بس هو نزول البحر هناك ممنوع وبيحتاج تصريح من حرس الحدود عشان يقدروا ان هم يمنعوا التهريب بسبب انها بلد حدودية. لقينا بعض المنتجات الليبية بتتباع في السوبر ماركت هناك، ونصيحة لو حد لقى المشروب ده في أي حتة اوعى يجيبه عشان طعمه وحش قوي. طلعنا هضبة السلوم، وطريق الطلوع صراحة صعب لكنه جميل قوي. السلوم زمان كانت تابعة لولاية طرابلس اللي هي ليبيا دلوقتي، وأيام ما كانت إيطاليا محتلة ليبيا وبريطانيا محتلة مصر عملوا اتفاقية ترسيم حدود، وانضمت السلوم وقتها لمصر مقابل واحة الجغبوب اللي كانت تابعة لمصر وقتها وانضمت لليبيا، والوضع فضل كده لحد دلوقتي. وصلنا فوق الهضبة والمنظر من فوق كان تحفة. تقدر تشوف مدينة السلوم من أولها لحد آخرها من فوق الهضبة. فضلنا قاعدين فوق لحد الدنيا ما ضلمت، وبعد كده نزلنا. تاني يوم الصبح شفنا منظر الشروق من على البحر. رحنا بعد كده مقابر الحلفاء، ودي مدفون فيها جنود كتير ماتوا في مصر وليبيا أيام الحرب العالمية التانية، والمنطقة وقتها كانت ساحة معارك، خاصة من سنة 1940 لحد سنة 1942، وكانت المعارك واصلة لحد مدينة العلمين. ولو عايزين نعمل فيديو عن متحف العلمين اكتبولي في الكومنتات. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد ان شاء الله.